نعرفوا حنا رمضان هو شهر الصوم، والبحث العلمي ثبت بان للصوم عده فوائد. الابحاث بدات هذه عدد من السنين، البحث العلمي ثبت بان للصوم عده فوائد صحيه، وهو ينشط عمليه تجديد خلايا الجسم، تيخلص الجسم من السموم. هذا الشيء ثبت بالبحث العلمي، وخصوصا في هذه السنوات الاخيره يعني الانسان خصو يمتنع عن الاكل لمده تتعدى 8 ساعات واقل من 16 ساعه، ويكون في هذه المده يتحرك، يعني لابد من النشاط البدني. ونصحوا بان خص هاد العمليه ديال الامتناع يعني تدوم واحد العدد ديال الايام باش توصل الى اقصى استفاده. واحدثت عدد من المصحات في الدول المتقدمه. علاش؟ انها تعالج بالصوم. اولا تيمشيو الناس يدخلوا لها وتيأديو زعما ثمن يعني مش رخيص. علاش؟ باش يمتنعوا عن الاكل، باش يديروا واحد العمليه اللي تتسمى ديتوكس، يعني يتخلصوا من السموم. وكذلك تيدخلوا لهاد المصحات باش يتعالجوا مع عدد من الامراض اللي عندها العلاقه مع الاكل، خصوصا السمنه وعدد من الامراض الاستقلابيه. تيبقاو في طول اليوم تيديروا لهم انشطه بحال اليوغا، بحال الميديتاسيون، باش يشجعوهم على ما ياكلوش. وحنا تنلاحظوا بان يعني رمضان هو فرصه للصوم لواحد المده ديال 30 يوم، وواحد زعما عنده باش يتشجع، تعرف الاجر د الصوم. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فهو لي وانا اجزي به. يعني كل شيء هذا الشيء تيشجعنا باش نصوموا، وهذا الشيء فيه مصلحه لينا حنا اللي تنصوم. يعني الله تعالى فرض علينا الصوم لانه في عده فوائد يمكننا نستافدوا منها حنا صحيا، وكاين نفسيا، وكاين اجتماعيا، وكاين اقتصاديا، ولكن حنا عندنا المجال ديالنا هو الصحه.